يقول عن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين في الجنة، يقول أما طلحة فحرض على قتل عثمان، فلما مات ذهب هو وجماعته حطوا أيديهم على بيت المال. الآن أخي الشيخ عثمان بارك الله فيه أيضا يقول قال عن طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة أما طلحة فقد حرض على قتل عثمان. إيه نعم، من كبار المحرضين سيدنا طلحة، من كبار المحرضين على سيدنا عثمان رضي الله عنهما، حقيقة هذا الكل يعلمها. قال حرض، شفتوا كيف حدنان يقول طلحة حرض على قتل عثمان، ألفت من عندي برضو من كيسي. فلما مات ذهبوا وحطوا ايدهم على بيت المال، طلحة وجماعته طبعا. ايه طبعا هذا ما حصل. الآن الدليل، أنا قلت هيك طبعا، قلت هيك. هم بيكتفوا، شو كما قلت لكم، يراهنون على الجهل، جهل الناس، كأنه يعني ايه، شفتوا قال قولا فظيعا مريعا مخيفا والعياذ بالله، كأنهم يعني إذا عرضوا لقول كما قلته أثبتوا أنه قول باطل أو كاذب أو مجرم. لا 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 لا، ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، ثبت أن عدنان يكذب ويؤلف. أما إذا أثبت عدنان أنه هذه الحقيقة وبالأسانيد، معناها أنت إيه المطعون في علمك أو في عدالتك، مش أنا المطعون. مش أنا المطعون. نعم، أنا قلت نعم. وتقرأ كل الكتب تتحدث عن الفتنة التي راح ضحيتها سيدنا عثمان رضوان الله عليه. بتشوف أنه طلحة كان شبه الموجه للثوار المصريين، وأكثر ثوار كانوا من مصر، وعلى رأسهم الصحابي أيضا عبد الرحمن بن عديس البلوي، صحابي رضواني من الذين شهدوا بيعة ماذا؟ الرضوان. هذا كان رأس الثوار المصريين الذين جاءوا إيه؟ ليقتلوا سيدنا عثمان، وصحابي كمان. تلعنوه؟ إيش تعملوا؟ صحابي مش عاجبه، مش عاجبه الوضع، من ثوار كان هو. مين كان بيتكلم عنهم بوجههم؟ سيدنا طلحة ابن عبيد الله. بل روى الإمام أحمد وغيره أن طلحة كان من الذين حاصروا عثمان في قصره. إيه؟ وكان يرامي، لابس درع وفوقه قباء ويرامي يعني بالسهم حراس عثمان في القصر. إيش رأيكم؟ طلحة صحابي. الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم، كلهم عدول.